السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. شهر اكتوبر بقى ده شهر معروف عالميا ان هو الشهر التوعية بأورام الثدي. بيبقى دعوة كده في كل مراكز الأورام أو معظم المستشفيات الكبيرة اللي فيها قسم لعلاج الأورام. بيبقى فيها كده، بيبقى توعية بأورام الثدي. بيبقى ممكن فيها فحص بقى مجاني، فحص للثدي للسيدات اللي فوق 40 سنة كده. يعني بيختلف الموضوع من مكان للتاني. احنا المفروض نستغل الشهر ده وخلينا كده نتكلم عن سرطان الثدي. انا عملت والله سيرش في القناة بتاعتي الشخصية، لقيت ان انا عامل يعني تقريبا فوق ال100 فيديو عن اورام الثدي والعلاج والتشخيص و100 الف حاجة بصراحة. وعملت بوست كده في كذا جروب، وخلينا نتكلم على شوية حاجات كده من اكتر الاسئلة اللي اتكررت في موضوع سرطان الثدي. سرطان الثدي من اكتر طبعا السرطانات شيوعا في السيدات. للاسف مع العصر الحديث واخر احصائيات قالت ان سرطان الثدي بيصيب واحدة من كل 8 سيدات، ودي نسبة تعتبر كبيرة، نسبة تقترب من 12%. ودي نسبة مرتفعة إلى حد كبير بالنسبة للسرطانات التانية، وده اللي مخلي سرطان الثدي من أكتر السرطانات شيوعا في السيدات، ومن أكتر السرطانات اللي بتتشخص في السيدات. طيب امتى يعني ايه هي عوامل الخطورة او عوامل اللي ممكن تزود من فرص او نسب الاصابة بسرطان الثدي؟ في كذا عامل من العوامل. طبعا مفيش حاجة مباشرة، يعني مفيش سبب مباشر للإصابة بسرطان الثدي، ولكن تبقى الأسباب كلها هي عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي. يعني عوامل بترفع الخطورة من واحدة للتانية عشان يبقى في فرصة للإصابة بسرطان الثدي. طبعا في ناس بتسأل كتير على موضوع الوراثة، هل الوراثة ليها عامل؟ الوراثة طبعا ليها عامل، ولكن الوراثة في سرطان الثدي تقريبا بتلعب دور حوالي 10 أو 15% من حالات الإصابة بسرطان الثدي. يعني إيه؟ يعني بس 10 أو 15% بس من السيدات اللي عندهم سرطان الثدي لقوا إن عندهم عامل وراثي. العامل الوراثي ممكن يكون ليه عوامل كتير، يعني وطبعا الموضوع بيزيد طبعا لو في اكتر من حد في العائلة. يعني مثلا، ودايما بناخد العائلة من السيدات، يعني الخط بتاع السيدة، يعني لو السيدة عندها بناتها او اخواتها او مامتها او اخوات مامتها اللي هي اللي هي بقى خالاتها يعني. ده البلاد لاين اللي هو بيبقى اكتر وراثة فيه. الموضوع بيبقى يعتبر يعني واضح لو في اكتر من اتنين في الدايرة دي مصاب بسرطان الثدي. هنا الموضوع الريسك بيرتفع شوية، بيرتفع الموضوع نسبة الإصابة شوية عند السيدة دي، ومفروض العيلة دي كلها تبقى تحت النظر شوية، ونعمل تحليل. يعني طبعا في أوروبا والدول المتقدمة ممكن يعملوا تحليل جيني، ولكن لو الامكانيات الماديه بسيطه فبنعمل فحص دوري، يعني نشوف اقل سن واحده اصيبت في العيله بسرطان الثدي، زي مثلا عندها 35 سنه او 45 سنه، ننقص 5 سنين او 10 سنين لو هي كبيره شويه، ونبدا نعمل فحص للسيدات في العيله دي عن طريق السونار او سونار وماموجرام لو معديين سن 35 سنه. ده بالنسبة للعامل الوراثي. طب في تغيرات جينية؟ التغيرات الجينية، التغيرات الجينية دي يا إما بتبقى موروثة يا إما بتبقى مكتسبة. يعني إما موروثة من العيلة، يا إما مكتسبة حصلت للواحد أثناء حياته وبعد كده ممكن تورث في الأجيال القادمة. وبرضو العامل التغير الجيني ممكن برضو الدور بتاعه يبقى من 5 ل10% في سرطانات الثدي. والتغيرات الجينية بتحصل لأسباب كتير جدا، من أكثرها التعرض لشوية عوامل، إشعاع، تعرض بقى لعوامل كتير، ومنها طبعا الموروث، وده برضو حاجة من الحاجات الشائعة في سرطان الثدي. طبعا من اشهر الجينات اللي بتبقى فيها مشاكل اتكلمنا عليها في حلقات منفصلة، جين البراكا 1 والبراكا 2، وشوية جينات تانية البي 53، وشوية برضو جينات تانية ممكن تتأثر، ودي ممكن تأثر وتزيد معدلات الإصابة بسرطان الثدي.
برضو عوامل خطورة تانية زي ما كنا مجمعينها في جملة كده، لو الواحدة حصل لها بلوغ قريب، بلوغ مبكر، يعني كانت أول دورة شهرية تبدأ تيجي عندها وهي في سن 12 سنة أو أصغر، أو حصل لها انقطاع للطمس متأخر، يعني فوق سن ال 45 سنة أو فوق كمان ال 50 سنة، فوق سن ال 50 سنة خاصة. ليه؟ لأن ده بيعرضها للهرمونات بصفة أطول. كل ما الواحدة اتعرضت لجسمها للهرمونات بوقت أطول، كل ده ما بيخلي موضوع إن فرصة أكتر لسرطان الثدي إن هو يبقى موجود. عشان كده الحاجات اللي بتحمي من سرطان الثدي حاجة زي الحمل بيقلل من التعرض للهرمونات، حاجة زي الرضاعة بتقلل برضه من التعرض للهرمونات اللي هو الاستروجين بالذات. عشان كده دايما كنا بنقول لو الواحدة بلغت بدري، او ما اتجوزتش، او اتجوزت وما حملتش، او حملت وما خلفتش، او خلفت وما رضعتش، دي كلها بترفع من عوامل الإصابة بسرطان الثدي. هي مش بترفع بس، يعني لو عملت الحاجات دي تقل معاها فرص الإصابة بسرطان الثدي. وده مش معناه تماما إن الواحدة لو رضعت أو خلفت أو اتجوزت بدري أو كان أول طفل تحت 30 سنة زي ما احنا بنقول إن ده هيحميها من سرطان الثدي، ولكن لا، هو حماية ولكن ليست حماية قاطعة، لكن يظل الفرصة للإصابة بسرطان الثدي موجودة، ولكن بتقل عن اللي ما عندهاش نفس عوامل الخطورة. تيجي عوامل خطورة تانية بقى زي الكحول، يعني الحمد لله مش موجود في مجتمعنا الشرقي أو العربي بطريقة كبيرة، ولكن استخدام الكحول خاصة الإفراط فيه الكحوليات من الحاجات اللي ممكن ترفع من نسب الإصابة بسرطان الثدي. وكذلك التدخين، كذلك السمنة المفرطة كمان. ليه السمنة؟ لأن كل لما الواحدة كانت سمينة، كل لما كان التحول بتاع الهرمونات للإستروجين بيبقى أكتر، بيبقى الإستروجين عالي، وده ممكن يعمل برضو تعرض أكثر للهرمونات فيؤدي إلى مشاكل. التعرض للإشعاع في منطقة الصدر دي يعني مش حاجة مش شائعة قوي في مجتمعاتنا، بتبقى موجودة، شفتها كذا مرة في السيدات اللي بيبقوا ممكن تشخصوا بليمفوما، يعني بورم في الغدة الليمفاوية، وخدوا إشعاع على النظام القديم اللي بيبقى إشعاع على منطقة الصدر عموما. بعد كده بعدها ب10 سنين أو 15 سنة ممكن يحصل لا قدر الله إنها تصاب بسرطان الثدي. زي ما قلنا التدخين، السمنة، نظام الغير صحي في الحياة. في دراسة اتعملت لقت ان السيدات اللي بيشتغلوا شيفت ليلي اكثر عرضة للاصابة بسرطان الثدي من السيدات اللي بيشتغلوا في مواعيد الشغل العادية اللي هي الصباحية يعني. ولقوا ان السيدات اللي بتشتغل بالليل خاصة في مجال التمريض او ايا كان واحدة شغلها بالليل، ده ممكن يرفع من معدلات الإصابة بسرطان الثدي برضه. معظم الحاجات اللي بتؤدي لسرطان الثدي، عوامل الخطورة لسرطان الثدي برضه بتؤدي إلى سرطان المبيض، وهما الاتنين مرتبطين ببعض بشكل ما. وحتى في تحور الجينات، لو في تحور في براكا 1 او براكا 2 الجينات اللي احنا قلنا عليها، بيبقى نسب الاصابه مرتفعه بالنسبه للاثنين، الاصابه بسرطان الثدي والاصابه بسرطان المبيض. واذا كان اكتر في موضوع الاصابه بسرطان الثدي عن المبيض خاصه مع البراكا 1. وكلنا طبعا عارفين القصة بتاعت أنجينا جولي، واللي عملت عملية استئصال للثديين عشان كان عندها مشاكل ان عندها براكا 1 ميوتيشن زي مامتها، اللي ده ممكن يرفع من معدلات الإصابة بسرطان الثدي. طيب نعمل ايه بقى؟ السيدات تعمل ايه عشان تتجنب الاصابه بسرطان الثدي؟ برضو حاجه مشهوره، التليفات والتكيسات العاديه الحميده ما تتحولش الى سرطانات. يعني لو واحده عندها فايبروادينوما اللي هو التليفات، او السيستيك ديسيز، او اللي هو التكيسات، اكياس في الثدي، الحاجات دي مش بتتحول لسرطانات، ولكن اللي بيتحول لسرطانات واللي ممكن تلاقوها مكتوبه في بعض الكتب وبعض المواقع، ان تلاقوا يقول لك ايه اللي هي تغيرات في الثدي ما قبل كده. يبقى التغيرات دي بتبقى من الاول الخلايا نفسها مش طبيعيه، وبيبقى فيها درجة اختلال أو درجة تغير في الخلايا. الدرجة دي ممكن تتحور بعد كده لدرجة أكبر، ومن بعدها تبدأ كارسينوما انسيتيو، يعني تبدأ إن هي تعمل خلايا سرطانية في غلاف.
بعد كده ممكن تتحول لانفيجن اللي هي السرطان الغازي، ولكن المشاكل دي او الاورام دي مش المقصود بيها الفايبرو ادينومز ولا السيستيك ديسيزز اللي هي تكيسات وتليفات الثدي الحميده. من الاول بتتصنف انها حميده، فمش هتتحول الى خبيث. ولكن لو من البدايه في تحور في الخلايا من البدايه، ده اللي ممكن فعلا يتحول الى سرطان ثدي في المستقبل. وبيكون الفيصل بقى في الحاجات دي السونار والماموجرام. ولو شكيت ان الخلايا دي ممكن تكون خلايا غير طبيعيه، بلجأ للفحص النسيجي عن طريق ان انا اخد خزعه او عينه بالابره، او بعد كده عينه جراحيه اكبر شويه لو الامر استلزم الامر يعني. اعمل ايه كسيدة عشان استفيد من المبادرات بتاعة الكشف المبكر؟ وكل ما كان الكشف مبكر كل ما كان العلاج اسهل. تليفات وتكيسات الثدي الحميدة بتصيب 45 ل 55% من السيدات عموما في السن ما بين البلوغ لغاية المينيبوز اللي هو انقطاع الطمس. يعني عندك او كمان عشان نحددها حاجه اسمها تشايلد بيرنج بيريد، اللي هي الفتره القابله للست يا سيدي فيها انها تحمل، اللي ممكن نقول مثلا من 20 سنه لغايه 40 سنه مثلا. الفتره دي اكتر فتره بتصاب فيها السيدات بتكيسات وتليفات الثدي الحميده، وده بيبقى عباره عن برضو كلكعه في الثدي ما بنبقاش عارفين دي ايه. فاحسن حاجه نعمل ايه؟ نعمل سونار وماموجرام على الثدي عشان نتاكد من طبيعه الكتله اللي في الثدي دي عباره عن ايه. لو السيدة تحت سن 35 بنلجأ للسونار، لو فوق 35 بنعمل سونار وماموجرام. ولو الدنيا مش واضحة ممكن نعمل رنين مغناطيسي على الثديين بالصبغة. ليه الماموجرام ما بيتعملش تحت 35 سنة أو تحت 30 سنة؟ عشان نسيج الثدي بيبقى كثيف، لأن الست بتبقى لسه صغيرة، الثدي بيبقى كثيف وماسك نفسه اكتر. فممكن لو في تكيسات وتليفات ما تبانش بدرجه كبيره في الماموجرام، فهنا السونار بيبقى اوقع ومش هستفيد بالماموجرام قوي، عشان كده ما اعملوش وبعرض السيده لاشعاع ملوش لازمه. اما لو الدكتور لقى ان في مثلا بالسونار في مثلا كتله او اتنين وعايز يتاكد من حاجه معينه، فممكن يطلب ماموجرام مهما كان سن المريضه، حتى لو عندها 10 سنين يعني ما عنديش مشكله. طبعا دي مبالغه يعني حتى المريضه لو عندها 25 سنه 26 سنه 30 سنه عشرينات عادي، ممكن اطلب ماموجرام ان انا اشوف طبيعه التليفات او التكيسات اللي انا لقيتها بالسونار، عايز اتاكد من حاجه معينه. لان الماموجرام بيبين حاجه اسمها التكلسات، اللي هي ذرات كالسيوم بتبقى مترسبه حوالين الكتله، ودي بتبين اذا كانت طبيعه الكتله دي حميده ولا لا. دي ما بتبانش غير في الماموجرام. ولكن زي ما قلنا في السن الصغير بتبقى نسيج الثدي كثيف شويتين، فممكن ما الاقيش ما اعرفش اتعرف عليه، فبطلب سونار. ما عرفتش اعملها بالماموجرام، فممكن اطلب رنين مغناطيسي عشان احكم بطريقه اكبر. بعد كده بنبدا رحله التشخيص، هل دي حميده ولا فيها شك. البيرادز دي بتفرق بقى، ده اللي هو السكور اللي بيديه الدكتور اللي بيعمل السونار والماموجرام. هل هي بيرادز 1 و2 فدي حميدة، ولا 4 و5 و6؟ 4 و5 خلينا نقول 4 و5 اللي هي محتاجة عينة عشان اتأكد من طبيعتها. هل هي 6 اللي هي اكيد هي ورم، ودي بنكون اتأكدنا منها قبل كده. اما 3 فهي تحت المتابعة، اتابعها بعد 3 شهور 3 شهور كمان، او اتابعها في خلال من 6 شهور لسنة. لو فضلت زي ما هي نفس الخصائص نفس المنظر يبقى تنزل بيرادز 2، وساعتها بقى عايز بس متابعة سنوية او اكتر من كده لو الست سنها صغير. او لو طلعت لبيرادز 4 نتيجة اي تغير حصل، فبيبقى الاحسن ان انا اخد خزعة او عينة عشان اتأكد من طبيعة الكتلة بتاعت الثدي. في شوية خرافات كده عن موضوع الثدي، حاجات بتسبب سرطان الثدي، زي مثلا يقول لك البرا او حمالة الصدر بتسبب سرطان الثدي. لا، مفيش حاجة كده. في ناس بتقول ان مزيل العرق بيسبب سرطان الثدي، لا برضو. حتى اذا كانت مزيلات العرق دي في منها في الومنيوم، والالومنيوم يعني في شويه ابحاث ربطت بينه وبين الاصابه بسرطان الثدي، ولكن ما كانش في ابحاث على البني ادمين، كانت معظمها على فئران التجارب.
وما قدرناش نربط في الإنسان ما بين الألمنيوم والإصابة بسرطانات غير أو بأمراض عموما غير بشوية اختلال في الأعصاب ممكن توصل بالتعرض لدرجات كبيرة من الألمنيوم للألزهايمر والتهاب الأعصاب خاصة في الأطفال، ولكن بعد برضو التعرض لكميات كبيرة من الألمنيوم. وطبعا يفضل في موضوع مزيلات العرق ده ان احنا نستخدم الطرق الطبيعية، الغسيل بالمية والصابون، بان احنا نستخدم السبراي بلاش الرولات، لان الرول ممكن يعني يعمل مشاكل لو في شعر في المكان ده يعمل مشاكل معاه. فالاحسن بيبقى السبراي ويكون حاجة خالية من الألمنيوم، وممكن يكون سعرها غالي شوية طبعا لانهم بيستغلوا الحاجات دي، يقولك حاجات صحية ومعرفش ايه. فممكن يستغلوا الموضوع يخلوا الحاجات دي غالية شوية. في ناس بتلجأ الشابة فيها نسبة ألمنيوم مش مرتفعة قوي، بس يعني ممكن برضو كل ما اعرفش والله، يعني هي فيها نسبة ألمنيوم بصراحة، لكن ما شفتش مشاكل مباشرة من حد استخدم الشابة. ولكن يبقى الأفضل هو المستحضرات الخالية من الألمنيوم اللي هي بتبقى سبراي حتى مش رول، أو ما بتعملش دايركت تاتش مع المنطقة الأندر أرم أو مكان العرق التانية. ده كده زي حاجة كده اتكلمنا فيها على أهم الحاجات اللي هي عوامل الخطورة أو فكرة عامة عن أورام الثدي. نتكلم في فيديوهات اللي جاية بقى عن الأعراض والتشخيص بالظبط عامل ازاي، وبعد كده رحلات العلاج تبدأ ازاي، سواء كان المرض على حسب مرحلته، مرحلة أولى أو تانية أو تالتة، بطرق العلاج المتعددة، أو مرحلة رابعة اللي بتبقى فيها أورام منتشرة وإزاي نعالجها على حسب أو أماكن الانتشار وعددها. أشوفكم على خير إن شاء الله، ودايما في صحة وسعادة.